مساء الخير، مساء الهنا، مساء التفاؤل، مساء الورد عليكم حبايبي. او صباح الخير في الوقت اللي بتشوفوني فيه. كل سنة وانتم طيبين وتنعاد عليكم الايام بخير وبكامل الصحة يا رب. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة اول يوم في عيد الفطر. يلا حطوا لايكات كتير يا حبايبي وتعالوا نشوفوا المفاجأة ويا بعض. ايه يا ام محمد، انت كنت فين وجاية كده؟ انا كنت في البيت التحتاني بجيب المفاجأة واجي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. رايحة تحاربي ولا ايه يا ام محمد؟ معلش الضوء بتاع الباب خازي التصوير. الله يسامحها مروة بنتي، طبعا ما كنتش شايفة دي فروحة. وطبعا عيال غادة بنتي ومكة فرحانين. يلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حطوا لايكات. بسلم على حبايبي اللي في مصر وخارج مصر وجميع الدول العربية. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله. ايه يا ام محمد؟ كرات وفلفل اخضر وطماطم. اظن كده بقى انتوا عرفتوا. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يا حبايبي يلا نفتح ويا بعض الفسيخ اللي كنا عاملينه ويا بعض. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حط لايكات كتير وكومنتات حلوة، واللي أول مرة يشوف يوميات أم محمد يفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد ينزل، واللي ما اشتركش يشترك ويا أم محمد في الريف المصري. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنخرط الأول الطماطم ويا بعض، مش هنعمل سلطة، هنشجكها كده بس. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله. ايه يا ام محمد انت شوقتينا، ما يلا افتحي بقى الفسيخ عشان نشوف. طولوا بالكم يا حبايبي عشان ما ازفرش ده قبل ما ازفر ايديا، عشان طبعا نجهز ويا بعض. لا اله الا الله. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا يا ولاد الكومنتات الحلوه واللايكات. يلا يلا يا ولاد ادعموا ام محمد، واللي ما اشتركش يشترك عشان يوصلوا كل جديد ينزل. هنخرط الفلفل بتاعنا كده برضوك عشان اللي يعوز يغمس. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين هنخرط الكرات بتاعنا طرنشات او البصل. دي كرات اخضر يا حبايبي من ابو راس، ابو شوش بنقول عليه ابو شوش. حطوا كومنتات يا ولاد. يا رب يا رب تنعاد عليكم الايام بخير وعلينا وعلى الامه الاسلاميه وعلى الوطن العربي، وينصر اخواتنا في غزه وفي فلسطين وفي كل مكان وفي كل بقاع الارض. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جهزنا حاجتنا وحطينا الشيبسي. هنمسك بقى نفتح الفسيخ. ايه يا ام محمد الاكياس دي كلها؟ ما هو لازم يا حبايبي طولوا بالكوا علي، لازم نعمل اكياس كده ياما عشان طبعا نكتم عليه ريحته ما تطلعش، يبقى تحفة. شوية فسيخ زبدة والله يا ولاد. ولا بص تقولوا فسيخ ام مكة ولا فسيخ الفسخانية بقى. بصوا حاجة نظافة بعد كده مفيش، وشغل بيتي وشغل فاخر من الاخر. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاوزاكم يا حبايبي ادعموا القناة، واللي ما اشتركش في اليوميات ام محمد في الريف المصري يشترك عشان يوصلوا كل جديد ينزل، ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد ينزل من يوميات ام محمد في الريف المصري. ما شاء الله ما شاء الله. ايه التحفة دي يا ولا ايه يا بنت ام محمد الجمال دي؟ ما شاء الله. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله. بس مروة بنت الله يسامحها الكاميرا من الضوء، مش تقول لي يا ماما الضوء مش مبين، لا بتصور وخلاص. والله يا حبايبي الكاميرا ظلمة الفسيخ وجماله وحلاوته واللون الوردي ما شاء الله. بصوا انا ما بعملهوش الا بالطريقه اللي انتوا شفتوني انا بعمله دي هي الطريقه الصحيحه بتاعت امهاتنا زمان وبتاعت. بصوا يا حبايبي بقى الجماعه بتوع زمان. هفتحها من ظهرها كده
عشان تشوفوا الجمال والحلاوة. الله ما شاء الله ما شاء الله. شايفين الفسيخ يا ولاد؟ شايفين سايب بعضه ازاي؟ سايب. بصوا 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 الجمال. بصوا بصوا بصوا. شايفين؟ شايفين اللحمة ما شاء الله، واللون وردي كده. ايه ده يا ام محمد؟ بصوا حاجة، بصوا تحفة ما شاء الله. طعم ما شاء الله. ولا تقولي فسخ ام مكة ولا فسخ حد بقى، دي فسخ ام محمد. حاجة فاخر من الآخر. حطوا لايكات يا ولاد، حطوا اللايكات، حطوا لايكات عشان تفعلوا زر الجرس. لأول مرة يشوف يوميات أم محمد في الريف المصري يفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد ينزل، واللي ما اشتركش يشترك. واللايكات يا حبايبي والكومنتات الحلوة. شايفين يا ولاد؟ ايه يا أم محمد تتكليوا؟ والله يا ولاد من حلاوته أنا مش عارفة أقاوم. بصوا 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 بإيديا مش بمعلقة. بصوا الجلد حتى نضيفها ازاي تحت. بصوا يا ولاد، ده الفسيخة معدية نص كيلو بصراحة ربنا. هما 5 فسخات 2 كيلو. حاجة تحفة. والحلاوة بقى والطعم. بصوا في السلسلة دي بقى حاجة روعة. حاجة ما شاء الله. ايه يا ام محمد هتاكلي قبل ما تخلصي؟ والله يا ولاد بصوا زبدة. حاجة من الاخر كده والله، من حلاوته وجماله مش قادرة ان انا اعبر لكم عنه بصراحة ربنا. بصوا شايفين يا ولاد؟ حاجة ما شاء الله. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله. زي ما شفتوا كده حبايبي اهو، فتحنا 3 فسخات. اللون الوردي، اللون الجميل، اللون الروعة ما شاء الله. بصوا الجمال والحلاوة. حاجة بقى ولا اروع من كده. بصوا يا ولاد بصوا. فتحت لكم كده من نوبة من بطن ونوبة من ظهر، وخيار اخضر وشيبسي وكرات وفلفل اخضر وطماطم. يعني مش هنعوز اكتر من كده. كده بصراحة ربنا يعني لو قلنا حاجة بعد كده لا نبقوا طماعين جامد. حطوا اللايكات بقى يا حبايبي. واللي أول مرة يشوف يوميات أم محمد في الريف المصري يفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. ويا رب تنعاد عليكم الأيام بخير وعلى الأمة الإسلامية. لازم عيد صغير يبقى فيه فسيخ. هو عندنا احنا كده، معرفش بقى عندكم كده زينا ولا لأ. واكتبوا له في الكومنتات. وعاوزة دعوة منكم حلوة. والله يا حبايبي ما بعمل حاجة من وراكم، كل حاجة من قدام الكاميرا وبصدق وبأمانة. ومن النهار أنا مش عارفة أنزل فيديوهات عشان تعرفين دربكة العيد. وطبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.